انا راح اسال سمسار على شقه بيقول لي الشقه ب 5000 جنيه، انا اجي راس البر عشان اخد شقه ب 5000 جنيه؟ يا جماعه اقسم بالله. ولا تزعل نفسك خالص، ولا تقولي 5 ولا 6 ولا حتى 10. نادي القوات المسلحة اليوم الواحد، لا مش هقول لك السعر دلوقتي. عارف ليه؟ تابعني يوم 20 اصور لك كل حاجة هناك، اصور لك الشقق هناك، واصور لك المكان هناك، واصور لك كل حاجة هناك اصورها لك، واقول لك الاسعار كام برضو، بكام وبكام وبكام، لان الاسعار هناك متغيرة ازاي. هي الاسعار ثابتة وكل حاجة، بس متغيرة ازاي بقى؟ لان هي صفوف. هو نادي القوات المسلحة ده هو فندق، تمام. مش عايز تخش الفندق، عايز تخش الشط على طول، مش عايز تأجر فندق، فانت تمام. عايز تأجر فندق وتقعد هناك كام يوم كده، تروق على حالك وعلى مزاجك كده، تمام برضو. فتابعني يوم 20 ان شاء الله، يوم 20 تابعني، اصور لك كل حاجة، اصورها لك هناك. اصور لك الشقق هناك عاملة ازاي، واصور لك الشط النضيف، اصور لك كل حاجة هناك. نادي القوات المسلحة طبعا غني عن التعريف، حاجة كويسة جدا، واسعار جميله. في اسعار في شقق قدام البحر ده برقم، وفي شقق بعيد عن البحر شويه ده برقم تاني، مع انهم هم يعني هم صفوف يعتبر جنب بعض. في قبلي وبحري وقدام البحر، وفي بعيد شويه، بس هم كلهم في نطاق واحد، يعني هم كلهم يعتبر يعني ايه جنب بعض، مش هيبعدوا عن بعض كتير. والفلوس أسعار جميلة بجد، يعني أحسن من ما تاخد شقة برا ب5 و6 زي ما الراجل كان لسه قايل من شوية. ده راس البر جميلة جدا، وزي ما في الغالي برضو في الرخيص. هصور لك برضو الغالي، وهصور لك برضو الرخيص.